السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلو وحادق مع شيرين. وصفة النهاردة حلوة جدا، زي ما انتوا شايفين أكلة شتوية من الدرجة الأولى. القلقاس بالسلق بطريقة ماما، ربنا يديها الصحة والعافية يا رب. أنا ما بحبش القلقاس بصراحة إلا من إيديها. لو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وهنقول كل التكات والحركات للقلقاس. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هنجيب القلقاسة كده زي ما انتوا شايفين وهنبتدي نقطعها. هقطعك منين يا بطة؟ هنقطعها من هنا زي ما انتوا شايفين كده، هنقطع حلقات بالشكل ده. طبعا ما شاء الله شايفين لونها بينكي وجميل جدا، يعني هتبقى مسكرة اخر حاجة. هنقطع كده بقى. عايزة اقول لكم على حاجة، لازم تنقي القلقاسية، تنقيها فيها الكور اللي موجودة في قاع القلقاسية كده. ده القلقاسية ما تاخدش معاكي سوا، وفي نفس الوقت تبقى مسكرة وجميلة جدا. وتركة كمان في القلقاس، يا ريت لما تجيبي قلقاس تجيبي واحدة بس. يعني ايه؟ ما جيبش اتنين، ما جيبش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، لا، هتلاقي واحدة خدت سوا وواحدة لا. وطبعا مش هتسلقي كل حاجة لوحدها، فعلى قد ما تقدري نقي قلقاسية تبقى بالحجم اللي انتي محتاجاه. يعني القلقاسية اللي قدامكم دي كانت كيلو وربع، بعد ما قشرتها كانت مناسبة جدا للوصفة بتاعتي. اجمدي بقى كده وانتي بتقطعي القلقاس، تمام. وشوفي بقى، احنا قطعناه كله بالشكل ده. هنبتدي بقى نقشره، وهنجيب كل جزء ونقطعه زي البطاطس كده بس صوابع، يعني محملة شوية كده. وهنبتدي ان احنا نقطعها مكعبات. قطعناها الاول صوابع محملة، يعني ما تكونش رفيعة. وبعد كده قطعناه مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا جماله القلقاس طبعا يعني من الخضار الموسمي اللي بيطلع في الشتاء. وبيبقى لذيذ جدا وبيدي طاقة، وكله مغنيسيوم وفوائد كتير جدا لولادنا. في وصفات طبعا كتيرة جدا للقلقاس، ودي وصفة منهم. يعني في وصفة بالطماطم وفي وصفة بالسلق، بس انا حبيت النهارده اعمل لكم السلق. طبعا احنا قطعنا القلقاس بتاعنا زي ما انتوا شفتوا. هنحطه في ميه عاديه جدا من الحنفيه، وهننزل عليه بكم معلقه ملح حلوين كده، وهنشوف هنعمل ايه تاني. شطفنا القلقاس بعد ما نقعناه في الملح حوالي نص ساعه ميه وملح. هنبتدي ننزل عليه بميه مغليه كده زي ما انتوا شايفين، بدون اي حاجه خالص. هنسيبه نص ساعه كمان. القلقاس لازم يتغسل كويس جدا عشان نتخلص من أي مادة فيه لزجة تضايقك في الأكل. زي ما انتم شايفين هنا بقى هنعمل ايه. جبنا معلقة سمنة حلوة كده، وهننزل بقى ناخد صدمة للحمة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده اللحمة دي من الدوش. أنا بحبها جدا، دي تقطيعها في العجل يعني. بتبقى حلوة كده وطرية كده في الأكل، وبتبقى جميلة جدا. زي ما انتم شايفين شوحنا اللحمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واول ما تاخد صدمة وتغير لونها، بنبتدي ننزل بالبوكيه جرنيه بتاعنا. البوكيه جرنيه بتاعنا عبارة عن جزر وبصل وورق لوري، عندك حبهان، مستكة. دلعي بقى الشوربة بتاعتك زي ما انت عايزة. هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل بيه كمية من المية المغلية على اللحمة عشان نبتدي بقى ايه، اللحمة تستوي معانا وتبقى مزبدة وتبقى حلوة جدا. ده السلق اللي احنا هنستخدمه في الوصفة معانا النهاردة. غسلناه وقطفناه تمام، وجبنا حلة وحطيناه، وكمان رمينا عليه 5 فصوص توم صحاح. شوفوا كان مالي الحلة قبل ما احطها، طبعا بدون اي مادة دهنية، لحد ما يدبل بالشكل ده. دبل معايا، نزلت بمعلقتين زبدة كده. وممكن تستخدمي اي مادة دهنية عندك، عايزة زيت ذرة، عايزة سمنة نباتي، زي ما انت عايزة. بس احنا بندلع القلقاس بتاعنا والسلق بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الزبدة سواء بلدي او صفرة بتدي تست للاكل حلو جدا. لو انت عايزة التست عالي استخدمي الزبدة. هنا بقى
أنا يعني مطولة في المقطع بتاع السلق ده عشان أوريكم المراحل بتاعته. لازم السلق ينشف معايا تماما عشان أعرف أطحنه. أنا هنا الشوربة بتاعتي جهزت واللحمة استوت، هبتدي أنزل بالقلقاس طبعا بعد ما غسلته كويس جدا من المية السخنة. زي ما انتم شايفين كده، نزلته على الشوربة باللحمة وهسيبه يتسلق عادي جدا. تمام كده، تمام الخطوة دي. يلا بينا نرجع للسلق بتاعنا، احنا مستمرين في التقليب. لازم تقلبي كويس جدا، التوم بيتشوح معاكي عادي خالص، ما تقلقيش، لونه هيغير برضو تمام. انا عايزة اوريكم المرحلة اللي انا محتاجة فيها السلق، هي دي. السلق خرفش معاكي كده في الطاسة، تمام، وخلاص حسيتي ان هو نشف، هضربه بقى بالهاند بلندر في الخلاط المتاح عندك استخدميه. وادي كمان القلقاس استوى معايا في الشوربة، تمام. زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي ان انا اجيب السلق بتاعي بعد ما طحنته وهنزل عليه على القلقاس. ماما بقى الله يمسيها بالخير بتجيب ايد الهون وتقعد تطحن تطحن، قلت لها لا يا حاجة، في حاجة دلوقتي اسمها هاند بلندر. ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، ويخلي كل أمهاتكم وأبهاتكم يا رب، اللهم أمين. دول بركة يا بنات والله العظيم. خلينا في موضوعنا. القلقاس اتعمل، شايفين جماله، شايفين حركاته، وشوية رز بالشعرية يا سيدي. عملنا الرز بالشعرية قبل كده كذا مرة في القناة، وادي القلقاس بتكاته وحركاته، وجبة دافية جدا في الشتاء. لو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واستنوني في وصفة جديدة ان شاء الله.